السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مدام رحاب، وعودة معاكم جديدة للشغل وللتفاصيل بتاعتنا والريفيوهات بتاعتنا. احنا هنا النهاردة انا جالي سؤال كتير قوي، انا عندي حاجات كتير عايزه اكلمكم عليها. بما اني بقالي كتير جدا من اكتوبر اللي فات ما عملتش فيديوهات وما اتكلمتش، فعندي حاجات كتير قوي وحاجات جديده، مثلا زي الكولونيا الجديده بتاعت ايفون دي حلوه قوي وانا معجبه بيها موت. عندي الماسك ده برضو عايزه اكلمكم عليه، حلو قوي، وزبده الجسم بتاعته هايله. المهم انا مش هكلمكم على الحاجات دي دلوقتي لان جالي سؤال كبير قوي قوي، او كتير يعني اتكرر، عن اقلام. انا كنت عملت فيديو من فتره طويله، هبقى احطه لكم، يعني هتشوفوه موجود مثلا هنا او حاجه، هحط لكم لينك ليه يعني عشان تشوفوه. الفيديو ده كنت بتكلم فيه عن اقلام الفلورمار، اللي هي كانت علبه اقلام ملونه مع بعضها كده في علبه واحده. المهم يعني ان الفيديو ده دايما بيجي لي سؤال وبيتكرر كتير جدا، ومن ناس كتير برحب بيهم طبعا، من دول عربية اخرى او من مصر هنا. كل الناس بتسألني هو السن لما بيخلص بعمل ايه؟ تمام. طب انا دلوقتي مش عندي اقلام فلورمار، لان اللي كان موجود عندي خلصان خلاص يعني، وصلاحيته كانت انتهت، ورميت يعني بعض منهم، لان طبعا هم كانوا بيبقوا علبه فيها 12 قلم. المهم انا هوريكم اقلام شبيهه ليها، بس من الاقلام اللي موجوده حاليا عندي. ده مثلا القلم بتاع الجل بتاع ايفون. تمام. هو بنفس الفكره، اللي هو هنا ده مش خشب، يعني هو مش خشب. وبيبقوا الناس فاكره ان الجزء اللي تحت ده هو اللي ببريه وكده. طبعا هو ده بيفضل يتحرك ويلف معاكي وكل حاجه، بس هو ما بيلفش، القلم ده مش بيخرج، ده بيتبري. طيب بيتبري ازاي؟ عندك البرايات العاديه، يعني انا مثلا عندي برايتين، اللي هم البرايه دي والبرايه دي بناحيتين، اللي هي الناحيه اللي بتبري الاقلام الكبيره والناحيه اللي بتبري الاقلام العاديه. عادي جدا اهو، بصوا، عشان بس من ايه ما نعملش كده، عايزه اوريكم القلم بيتبري ازاي للناس اللي سالتني كتير. اهو بصي، هو تحسي ان هو القلم بلاستيك، تمام، تحسي ان هو عامل زي البلاستيك بس قابل للبري. شوفي اهو بيتبري عادي جدا. تمام. القلم ده لونه موف، و برضو اهو البري بتاعه بيطلع كده زي ما انتم شايفين. طيب ايه تاني بقى عايزين نتكلم عليه؟ مثلا في قلم برضو شبيه جدا بالاقلام الفلورمار، اللي هو القلم بتاع ذا بالم. طبعا ده كوبي مش القلم الاصلي، بس كوبي نضيف جدا، يعني انا كنت جايباه من فتره كبيره. كوبي حلو قوي وكان عاجبني جدا جدا، وسواده حلو وفاحم. وبرده لو انتوا عايزين تعرفوا بيتبري ازاي اهو، طبعا هو من هنا ده يعني ابيض كده. تمام. بيتبري عادي بالبرايه، بنحطه اهو زي ما انتوا شايفين كده، ببريه بالبرايه. كان نفسي يكون عندي قلم فلورمار عشان اوريكم بيتبري ازاي، بس للاسف كانوا خلصوا كلهم. خلاص اهو. وبيطلع السن عادي جدا، بتستخدميه وبتبريه عادي، هو زي ما انتوا شايفين عامل زي ما يكون بلاستيك كده، عامل زي ما يكون بلاستيك. ايه تاني بقى عايزه اقول لكم عليه؟ طبعا ده القلم الخشب العادي بتاعنا. تمام. ده قلم برضو قديم عندي انا، بس بخليه لان بحب اوري سواده، يعني هو ده زي تيستر عندي كده عشان السواد بتاع الكحل وثباته وكده بوريه للناس. لكن هو دلوقتي ما يزال بينزل يعني في ايفون، يمكن بس يكون الغطا بتاعه شكله اتغير بقى اسود. بصوا بقى اهو، خشب وبيتبري عادي جدا جدا اهو كخشب. بس انا بقى مش بحب في الخشب ده، يعني عايزه برضو اوضح لكم حاجه. الوحش في الخشب ان هو مثلا ايه بيتفتفت كده، يعني بتحسي ان هو بصي فيه فتافيت كده، انا بخاف منها بقى بصراحه في العين. يعني ولذلك القلم ده دايما ببريه جامد، وممكن ساعات مثلا احط له حته كريم هنا كده عند الخشب. مش عايزه ابقى طولت عليكم او بتكلم كتير في موضوع بسيط، بس هو ده موضوع البرايه والاقلام ازاي، اللي هي عامله زي البلاستيك. بيبقى فيها حته من تحت، بتلف كده وكل حاجه، بس هي مش بتلف وتطلع، هي عادي جدا بتتبري. واقلام فلورمار زيها بالظبط. وهحط لكم رابط الفيديو ان شاء الله باذن الله، واشوفكم تاني في فيديو جديد. وعندي ريفيوهات كتير جدا جدا عن حاجات كنت ساكته عليها، بس هتكلم بقى يعني على حاجات كتير. اشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.